السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليديليست وفاضلة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاعنا تاع اليوم هي عبارة عن وجبة عشاء أو وجبة فطور خفيفة ظريفة وسهلة وبالأخص بنينة. هي عبارة عن فاصوليا الخضراء أو اللوبيا الخضراء سوطي بلي كاروت، ومعها صلصة الشامبينيون تجي ولا أروع، وكمرافق مع الخضر اللحم، سواء يكون دجاج أو لحم الخروف اللي يكون حاضر عندكم. المهم نوري لكم الوصفة بالتفصيل كيفاش نقلو اللوبيا السوطي. فوالا، بالنسبه للمقادير عندنا فاصوليا خضراء بالطبع، عندنا جزر، عندنا بصل، لي شامبينيون، كريمه سائله، زبده وسمن، عصير الليمون، طماطم مركزه والتوابل والثوم. غادي نذكروا مع بعض التوابل في الخطوات الاتيه. فوالا، نبداو مع الاول. نبداو بصلصه الشامبينيون او كريمه الشامبينيون، تجيب لينا بزاف ترافق كاع اللحوم والخضار، وطريقه سهله وبسيطه كما راكم تلاحظوا. عندنا بصل شرائح، عندنا لي شامبينيون شرائح، ثوم، هنا مزيج بين القزبر والمعدنوس، وكريمه سائله بالطبع. نبداو التحضير. هنا نجيبو طنجره نحطو فيها ملعقه كبيره من الزبده، ونضيفوا له دائما الزبده شويه زيت. الزبده طيب لنا لي شامبينيون مليح، والزيت يقلي لنا بيان لي زونيون تاعنا. كما لاحظتوا درت الزبده، الزيت، الشرائح، البصل. هنا البصل درت حبه كبيره. نقلو هذاك البصل مليح، ومن الاحسن نخلوه شويه يتحمر مليح يطلق لنا بنه شابه. هنا زدت حوالي 2 فصوص ثوم مرابيين، وزدت شرائح الشامبينيون او الفطر كذلك. نخلو كل المقادير مع بعضهم بعض، لي شامبينيون والبصل والثوم يتقلوا مليح في هذيك الزبده والزيت حتى يتحمروا مليح. هنايا نضيفوا ملعقه صغيره ملح، ونزيدوا شويه فلفل اسود، شويه زنجبيل او سكنجبير، وكإضافة يعطي بنة شابة قزبر قزبر مطحون يابس بالطبع. نخلطو مليح مليح كما راكم تشوفوا، وميم طول النار هنايا راهي متوسطه، يتقلى غير في غرضو. راكم تشوفوا هنا بعد ما قليته مليح، شوفوا البصل كي ولا دوغي معنا شويه، خليته شويه نحرق، ماشي محروق بزاف، جوست في لافوطو تبان لكم هكا. هو راه الكولر تاعو ذهبي، يعطي بنه شابه، هذيك البنه تاع التحماص تاع البصل. وهنا في هذه المرحله زدت كريمه سائله حوالي 100 ملل، ما يعادل كأس كبير كريمه سائله، ونخلوها هنايا نقصوا على النار، نخلو النار متوسطه الى هادئه حتى يتعقد معنا الصلصه تاعنا. هنايا كي تبدا تعقد معاكم الصلصه وتختار، طفوا عليها وخلوها على جنب لطون لي نوجدوا الوصفه تاعنا كالتالي. بالنسبه للمرحله الثانيه، هنا نبداو نخدموا اللوبيا تاعنا. عندنا اللوبيا، عندنا لي كاروت، عندنا بيرسي، لي زيبيس والثوم. هنا جبت لي كاروت تاعنا درتهم دي رونديل كما راكم تلاحظوا، والفاصوليا الخضراء كذلك درتهم هنايا في كسكاس، خليتهم على النار على الفابور يتبخروا مليح، وخليهم دائما نص الطياب، ما تبخروهمش بزاف. فوالا، هنايا في مقلاة حطيت شويه زبده. هنا من الاحسن دائما الخضر تاعكم كي تبغوا تقلوهم ديروهم صوتي اللي ترافقوا بهم اللحوم، ديروا معاهم كاع كميه شويه تاع زبده، تطلق بنه شابه، والخضره تاعكم تقعد طريه ما تقعدش يابسه. فوالا، زدت هنا كميه من الزيت و2 فصوص الثوم كذلك. نضيف هنايا شويه معدنوس، ونخلوه يتقلوا مليح هذاك هذاك المعدنوس والثوم
في الزيت والزبده كما راكم تلاحظوا. هنايا ما تخلوش الثوم حتى ينحرق لكم، غير تحطوه مع المعدنوس، تضيفوا لي كاروت تاعكم اللي ديجا فورناهم، وكذلك اللوبيا. كاين غير في هذه المرحله بعد ما يدير توابل اي حبس، انا ضفت لنا اضافات اخرى تقدروا غير كيما هكا وتنحوهم، حمصوهم غير شويه وتنحوهم، تقللوهم عفوا غير شويه وتنحوهم. تبغوا تكملوا كالتالي. دوك تشوفوا معنا المرحله المواليه. هنا تبلت الخضره تاعي، درت شويه فلفل، شويه ملح، شويه فلفل اسود، فلفل اسود، ودرت شويه زنجبيل، ودرت شويه كمون يعطينا بنه شابه بزاف في الخضره السوطي وخاصه اللوبيا. ودرت هنا كذلك شويه بابريكا او فلفله الحمراء الحلوه، تقدروا ديروا حلوه كما تقدروا ديروا حاره، كل وحده واختيار تاعها. نقلوا مليح هذيك الخضره في هذاك الزبده والثوم والمعدنوس حتى يتشرب لنا مليح. انا هنايا نبغيهم شويه محمرين، خليتهم يتحمروا شويه. تبغى كل وحده كيفاه تبغى الخضره تاعها محمصه مقليه مليح عفوا، ولا نص طياب. فوالا هنايا زدت درت ملعقه طماطم مصبره كما راكم تلاحظوا، كما تقدروا ديروها في الاول كما درنا الثوم والمعدنوس وقلينا، ثم تبغوا تقدروا ديروا طماطم ديروها. انا درتها هنايا من بعد. ودرت شويه برك على الراس ملعقه قرفه مطحونه، وجربوها تعطي واحد البنه شابه في اللوبيا المقليه، تجي بنه تاعها ولا اروع. غير شويه قرفه، ما تكثروش بزاف تجيكم مره، وديروا غير شويه برك. فوالا هذه استيس وجربوها تجي بنينه بزاف. هنا بعد ما تقلات معايا كاع الخضره تاعي ولات بيان كاراميليزي، هنا في هذه المرحله كل واحد واختيار تاعها. انا هذه المرحله ضفتها كاضافه وكل واحده واختيار تاعها. ضفت حوالي 2 ملاعق كبار عفوا من عصير الليمون، على اساس ديكلاسي كاع هذاك لي زيبيس اللي درتيهم وتقليه تقلات تاع البنه تاع الثوم، كاع البنه تاع لي ليغوم تاعك راهي كما نقولوا حنايا راهي محروقه فوق المقلاة تاعك. كي نديرو هذه المرحله تاع ديكلاسي ليغوم تاعك يعطي واحد البنه ولا اروع. هنا كل واحد واختيار تاعها، نتوما جربوها، اللي عجبتها ديرها، اللي ما عجبتهاش تقدر تستغني على هذيك المرحله اللي نضيفوا فيها عصير الليمون، تقدر تخليها كيما درنا لي زيبيس وصاي. جربوها بهذه الطريقه تعطيكم بنه شابه وفيها بنه الحموضه كيما لي سلطه. فوالا هنا بعد ما كملت كما شفتوا طفيت على النار وحطيتها في اسيت كيما هاك، ورافقت معها اللحم لي ستيك مشويين، تقدروا تعوضوهم بالدجاج او شرائح سكالوب، كل واحده واختيار تاعها. هنا كمرافق رافقت معها لحم دي ستيك عادي، وزدت حطيت هنايا الصلصه اللي حضرناها من قبل، صلصه تاع الشامبينيون تجي ولا اروع، تجي واحد البنه ما شاء الله. جربوها وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم كفكره للعشاء او الفطور، خفيفه وظريفه وبالخف توجدوها، وخاصه خضر اللي ما ياكلوش ولادهم خضر بزاف. جربوا بهذه الطريقه تجيهم بنينه بزاف. اللوبيا باللي كاروت. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وفهمتوا الطريقه تاعي في الشرح. واللي ما عجبتوش حكيش حاجه ولا في التقديم ولا في التحضير يعطيني راي تاعو، معليش مرحبا به، يحط لي كومونتير. واللي جربتها تكتب لي كذلك وتعطيني الراي تاعها كي خرجت لها. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاعنا تاع اليوم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجوا هذه الوصفه لحبابكم وحباباتكم، خاصه المبتدئات، ودعموني. القناه تاعي راهي غير جديده، ما عنديش لي زابوني بزاف مشتركين، بارطاجوا لهم باه يوصلوهم كاع لي فيديو تاعي. راني نحط ديجا لي فيديو صالي سكري ولي زاستيس اي حاجه نقاسمها معكم في القناه تاعي. فوالا، والى وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم اي جديد في القناه. والى الى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.